السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. والله الواحد ما بقى عارف يقول ايه. الواحد ما بقاش يصدق اي حاجة بتحصل على اليوتيوب. والله العظيم من كتر الحاجات اللي الواحد مش متخيلها ومش مصدقها. معقول كلام حمدي طلع صح وان آلاء مش حامل اصلا؟ ولا البنت فعلا كانت حامل؟ وهم على فكرة من ساعة حمدي ما راح لهم الامارات عشان يصالح محمد ما ظهروش خالص. بقالهم 7 8 ايام اهو ما ظهروش خالص خالص، ولا حد يعرف عنهم حاجة. فجأة آلاء تعبانة وفي المستشفى وادعوا لها. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وكلامه بيدل على ان آلاء سقطت، ان هم فقدوا الجنين. ايه ده بقى؟ يا ترى هي حامل؟ ومن كتر الضغط عليها واللي حصل في الأسبوع الأخراني وصلح محمد وحمدي مع بعض وعدم اعتذارهم لآلاء وأهلها، ده سبب ليها ضغط نفسي خلى البنت يعني الصورة صراحة اللي منزلينها صورة صعبة. ايه ده؟ معقولة دي آلاء؟ كل ده الانتفاخ ده كله في آلاء؟ يعني جسمها منفوخ بطريقة صعبة. ده معنى كده ان واحدة عندها مثلا لا قدر الله تسمم حمل، جسمها منفخ على الاخر. طب بس في نقطة يا جماعة برضك، آلاء طالعة في الصورة حاطة روج. طب هي في واحدة بتسقط او تعبانة او مريضة ايا كان اللي عندها حاطة روج؟ برجع اقول لا يا ام رؤية، ما يمكن هي كانت حاطة الروج من الاول. بس طب الصورة دي لسه محمد مصورها لآلاء ولا مصورها لها من اسبوع فات؟ طب ما مصورها من اسبوع فات، طيب ما نزلوش ولا جاب سيرة ولا جاب خبر؟ طب ما اهلها كل يوم بينزلوا فيديوهات عادي خالص، ما فيش اي مشاكل نهائي نهائي، ولا قالوا اي حاجة عن بنتهم انها طب معقولة عارفين ان بنتهم تعبانة بقالها اسبوع في المستشفى وهم عادي بينزلوا الفيديوهات بتاعتهم ولا في اي مشاكل خالص؟ النهاردة بعد محمد ما نزل ادعوا الآلاء، اخوها تقريبا، مش عارفة اخوها ولا مين، تقريبا اخوها، نزل برضك يقول ادعوا الآلاء. يعني طب انتوا كنتوا فين الاسبوع ده كله؟ لما لسه النهارده بتقولوا ادعوا الآلاء، يعني معنى كده ان آلاء لسه داخله المستشفى. طب انتوا كنتوا فين من اسبوع من ساعه ما حمدي جالك؟ الواحد صراحه مش قادر يصدق، هي حامل ولا مش حامل؟ كلام حمدي صح ولا مش صح؟ ايه الصح؟ الواحد مش قادر، ما بقاش عارف يصدق حاجه والله العظيم اللي بتحصل دي. في ناس بتقول على الصورة اللي محمد حاططها دي صورة قديمة من أيام ما كانت برضك اختفت محمد وآلاء شوية كده، وطلع قال آلاء تعبانة وفي المستشفى، وأيامها أمها راحت لها. وفاكرين يا جماعة؟ بيقولوا الصورة دي من أيامها. طب ما هي الصورة دي من أيامها إزاي؟ هي آلاء كانت متضخمة كده؟ كانت منفوخة بالشكل ده؟ لا طبعا، دي صورة اللهم احفظنا، دي صورة واحدة لا قدر الله يعني عندها تسمم حمل فظيع، منفخ جسمها، مورم جسمها كله، بس وشها مش منفخ قوي كده زي جسمها. بس برضك عمالة ابص على الروج اللي حطاه. ايه ده يعني؟ ما الواحدة مش هتتعب فجأة كده برضك؟ وبرجع أقول ما يمكن يا جماعة الضغط اللي عليها، وإن محدش راح اعتذر لها ولا اعتذر لأهلها، وكان الصلح بين محمد وحمدي كده جري في جري في جري كده. طب البنت اللي اتهانت دي، البنت اللي اتهانت، مش البنت بس، وأهلها كمان اللي اتمسح بيهم الأرض. دي مامة محمد ولا مامة حمدي؟ دي قالت فيهم العبر، قالت ان البت سحرالها على الاسدال بتاعها، وادت الاسدال لخالتها ومامتها، مامتها الغلبانه دي اللي الناس كلها حبوها. طيب ايه بقى؟
إيه بقى غير كده؟ قالوا عليهم نسابيعر. طب هل يا ترى آلاء انجبرت على الصلح ده عشان كده حصل لها وتعبت ودخلت المستشفى؟ صراحة المفروض ان آلاء ما تقبلش الصلح ده. انتوا اخوات، اتصالحتوا مع بعض، ربنا يهنيكم مع بعض. لكن انا اتصالح بمجرد ان هم يجي يقولوا خلاص الموضوع انتهى؟ طب واهانتي، طب واهانة اهلي؟ لا طبعا يا جماعة، انا لو منها مش هقبل. اتصالحوا انتوا اخوات مع بعض وبقوا كويسين مع بعض وكل حاجة، لكن انا بعيدة. بس واضح كده انها يعني لو كان حقيقي انها كده في المستشفى، ولو هي في المستشفى ربنا يشفيها ويعافيها وتقوم بالسلامة يا رب، وهي انجبرت على كده، لا انا يعني مش عارفة اقول ايه. يعني لا انا قادرة اصدق ولا قادرة اكذب. مين فيهم الصح؟ حمدي وكلامه هو الصح ان اصلا آلاء مش حامل، ولا آلاء حامل وجت بسبب الاحداث الكتيره والضغط؟ صراحه انضغط عليها جامد جامد. لو كان الموضوع مش كله ترند وتمثيل، لو كان حقيقي اللي حصل ده كله حقيقي، البنت انضغط عليها جامد جامد. وان كان برضك هي حامل حقيقي برضك مش تمثيل، فهي انضغطت ضغطة جامدة 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 قوي. كان في ضغط عليها، وكتر خيرها ان هي اتحملت كل ده. انا رأيي بقى ان هي لو كانت حامل حقيقي ودخلت المستشفى، يبقى ده كله وفقدت الجنين، كل ده بسبب، مش هقول محمد لوحده ولا حمدي لوحده، العيلة كلها السبب في كده. العيلة كلها تتحمل المسؤولية بما فيهم أهلها. الكل يتحمل المسؤولية، لأن البنت أصلا مريضة. أنا مش عارفة هي البنت دي حملت إزاي وهي لسه بتاخد العلاج بتاعها، وهي لسه ما خفتش. برضك برجع أقول لو كان حملها حقيقي الله أعلم، حملت إزاي يا جماعة؟ واحدة بتاخد العلاج، واحدة كلكم شفتوا شكل آلاء عامل إزاي. واحدة يعني مش عايزة، اديكوا شفتوا وشها كان عامل العصب السابع يا جماعة، كان مبهدل وشها. البنت لا عارفة تتكلم ولا عارفة تطلع ولا عارفة ازاي تحمل في الوضع ده. حاجة غريبة قوي. يعني مش عارفة اقول ايه. انا مش عارفة اقول ايه. ان هي هتقولي دي حاجة بتاعت ربنا يا مرؤية. ايوه فعلا حاجة بتاعت ربنا، بس ازاي يعني تاخد العلاج بتاع العصب السابع وهي حامل؟ طب مش الحامل دي يا جماعة بيقعدوا فيه ممنوعات، ده ما ينفعش وده ما ينفعش وده ما ينفعش؟ طب ازاي يعني؟ انا برضك مش متخيلة انها تحمل وهي لسه بتتعالج. يا جماعة مش المفروض حمدي ومحمد يتصالحوا؟ لما يعرف ان مرات اخوه سقطت، مش المفروض حتى يكتب كلمتين حتى على المنتدى؟ والله الواحد ما عارف يقول ايه. يلا يا جماعة بقى. وبقول لآلاء لو انت فعلا مريضة وفي المستشفى وسقطتي، ربنا يعوضك يا بنتي كل خير، ربنا يعوضك خير محدش عارف اصلا الخير فين. وربنا يقومك بالسلامة وترجعي بيتك بالسلامة. يلا يا بنات، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع ألف سلامة.